تخيل إنك تدور على التدين وتكتشف إنك محتاج تتعلم التوازن قبل أي حاجة. ده اللي فهمه أبو الدرداء الصحابي اللي جمع ما بين العبادة والعقل، جمع ما بين القلب والحكمة. أبو الدرداء كان من تجار المدينة قبل الإسلام، بيحب الدنيا والبيع والمكسب، لكن لما أسلم قلبه اتفتح للنور وقال: أردت أن أجمع بين التجارة والعبادة فلم يجتمعا، فتركت التجارة وأقبلت على العبادة. لكن رد بقى وقال إيه؟ إني لا أقول لكم أن الله حرم البيع، ولكني أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يعني إيه الكلام ده؟ شايفين صحابة ما بتلهمش التجارة عن ذكر الله، ودي منهجية أبو الدرداء. ومنهجيته إن كل واحد ميسر لما خلق له. يعني هو قال أنا التجارة مش هقدر أجتمع فيها مع العبادة، لكن هو ما بينكرش إن الناس تقدر تتاجر وتعبد ربنا في نفس الوقت. كرس وقته للعلم وكان من أذكى الناس في فهم النفس. النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما بيقربوا منه وبيقول عنه: أبو الدرداء حكيم أمتي. كان من كبار القراء، قاضي ومعلم، من اللي جمعوا القرآن في قلبهم قبل المصاحف. قوة أبو الدرداء كانت في فهمه العميق للإنسان. كان بيقول: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. فسألوه: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. كلام بسيط لكنه عميق قوي. كان فاهم ان الإيمان مش شكل ولا مظاهر، لكن يكون عندك صدق داخلي. وفي نفس الوقت كان ضد المبالغة في العبادة اللي بتضر الجسم. وقال لصاحبه سلمان الفارسي لما شافه مرهق: إن لربك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، فاعطي كل ذي حق حقه. ده كان منهج حياة عنده. كان بيقول: إني أخشى ما أخشاه على نفسي أن يقال لي يوم القيامة على رؤوس الخلائق: يا عويمر هل علمت؟ فأقول: نعم. فيقال لي: فماذا عملت فيما علمت؟ يعني عملت إيه باللي اتعلمته؟ ومن أقواله برضو: الناس ثلاثة: عالم ومتعلم والثالث همج لا خير فيه. يعني الإنسان يا إما يكون في حالة تعلم يا في حالة إنه بيعلم. وخلينا نشوف أبو الدرداء الإنسان لما يعدي على شخص عمل ذنب بيقول له إيه؟ الناس قاعدة مزبطاه، فيقول لهم: هل لو لقيتوه في حفرة هتخرجوه؟ فقالوا فيقول: فلا تسبوه إذن واحمدوا الله الذي عافاكم. فسألوه: ألا تبغضه؟ يعني أنت ما بتكرهوش على العملة اللي عاملها دي؟ فيرد: أنا أبغض عمله، فإذا تركه فهو أخي. أبو الدرداء حكيم، عالم، زاهد وعابد. في علم النفس أبو الدرداء مثال لحالة بنسميها الاتزان النفسي، psychological balance. يعني الإنسان عارف رغباته بس مش عبد ليها، عايش بواقعية من غير اندفاع، من غير التدين تحول عنده لجمود. ودي أعلى درجات النضج الإنساني، إنك توازن بين قلبك وعقلك، بين روحك وجسدك، وتعيش الحياة من غير ما تنسى ليه اتخلقت. مش لازم تسيب الدنيا عشان تكون قريب من ربنا، لكن لازم تسيب التعلق بيها. الزهد مش معناه الفقر، الزهد إنك بتملك كل شيء بس ما بيخدعكش ولا يشغلك عن الأهم، زي ما عمل أبو الدرداء. عاش في الدنيا بس بقلب حر. وسؤالي ليكوا النهاردة: قولي بصراحة، لو الدنيا عرضت عليك كل اللي نفسك فيه، هتعرف تختار اللي يقوي روحك ولا ممكن قلبك يتعلق وتنسى الهدف؟